النهارده بقى هنعمل أكلة جميلة، هنعمل طاجن فريك باللحمة. حاجة كده خطيرة، بنجيبها من المحلات ومحلات كبيرة وبتبقى غالية جدا. النهارده هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة. بس يا جماعة أنا زعلانة منكم علشان لا بتتفاعلوا مع القناة ولا بشوف لايكات ولا كمان كومنتات حلوة كده. يعني شجعوني عشان أعمل لكم فيديوهات أكتر وأكلات أكتر وأكتر. دلوقتي هنا بوريكم الفريك المفلفل وبدوقه لكم، طعمه خطير. يلا بينا كده نشوف الوصفة بتاعتنا. حلة على النار وفيها بصلة كبيرة وكمان معلقة سمنة حلوة كده، وهقلبها. وكمان هوريكم اللحمة اللي انا سلقاها، لحمة جميلة جدا وشفتوا الشوربة فاتحة وجميلة ازاي. هقلب البصلة كده يا دوبك تدبل معايا، وهنا غسلة الفريك ومصفياه. هنزل بقى بيها على البصلة، هنزل بشوية ملح وكمان حبة فلفل حلوين كده. وهنا كمان يا حبايبي انا نزلت ببشرة جوز الطيب، بتديله طعم حلو قوي. وهتني اقلب كده لغاية ما يخشول. وبعد ما هيخشول كده معانا هروح نازلة بالشوربة بتاعت اللحمة. الشوربة مش هحطها كتيرة، بصوا حبايبي يعني يا دوبك كده نص، يعني نص عقلة صباع كده فوق الفريك. وهنا الطواجن بتاعتنا الفخار انا دفيتها بس كده في الفرنة، وكمان حطيت لها سمنة وهمسحها كويس علشان الفريك ما يلزقش فيها. تمام كده، والفرن معايا والع على درجة حرارة 200. انا هنا حبايبي حطيت يعني معلقة فريك كبيرة وحطيت على قطعتين اللحمة يعتبر عليها، وبعد كده كملت فريك تاني وحطيت كده على الوش حلقات طماطم. انا كنت مصورة طبعا وانا بحط في الاول خالص الفريك وعليه اللحمة، بس للأسف طلع التليفون ما بيسجلش. دلوقتي بقى بعد ما حطيت ال3 حلقات طماطم هنزل كده برشة فلفل حلوة، وبعد كده هغطيه بورق فويل وهحطه في صينية وهدخله الفرن يا حبايبي الاول على درجة حرارة 200 فرن ساخن، وبعد كده هوطي شوية لدرجة 170 لغاية ما يستوي معانا. وادي الفريك بعد ما استوى. طاجن الفريك باللحمة خطير، جربيه وصدقيني هتبقى يعني اكلة رسمية بالنسبة لك. يلا حبايبي بقى ندوق الفريك كده الخطير المفلفل دوت. بصوا الجمال والحلاوة. يلا حبايبي ما تنسوش تحطوا لي لايك وكومنت، وكمان تشيروا الفيديو لو عجبكم، واشوفكم على خير.